ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. النهارده هنبدا. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل اللي هتشوف الفيديو ما ينساش يحط لي لايك كده، الكومنت الجميل بتاعه الحلو كده واللايك الحلو بتاعه، فعشان احنا النهارده هنعمل مشتريات. مش مشتريات بقى كامله، ده نص الشهر، 15 يوم لحد العيد ان شاء الله. ده مشتريات الايه 15 يوم الباقيين نص الشهر وكملت العيد ان شاء الله. حاجات العيد وحاجات ايه الشهر، عشان جبنا الحاجات دي عشان ما ننزلش السوق. بسم الله ربنا يبارك في بنتي، ربنا يخليها لي، راحت جابت لي الحاجات دي وايه، وربنا يقويها عليها وعلى اولادها ان شاء الله. النهارده انا قاعده بقى في الصاله معلش، علشان النهارده ايه الدنيا مكركبه عندي وفرشين وبنشيل حاجه ومش قادره اقف لكم في المطبخ والله. فقلت النهارده هنعمل الحاجات ديت. صلوا على سيدنا محمد. انا كوبايه شاي مع لومي، انا ماما لومي. ما تنسونيش في اللايك يا اولاد، وصلوا على سيدنا محمد. قاعده كده في الصاله، وادي القطريه بتاعنا اهو، واحنا قاعدين كده ايه حبايب، قاعده كده مع بعض حلوه. ها بصوا بقى، صلوا على سيدنا محمد. ادي البطاطس الجميله، البطاطس الحمراء الحلوه، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. الكيلو ب 10 جنيه. جبتيها بكام دي يا ماما لومي؟ ب 10 جنيه. دول 3 كيلو بطاطس، تمام؟ دول ايه 3 كيلو بطاطس. ده ميزانيه ان شاء الله 15 يوم، علشان طبعا داخل علينا عيد. وده البصل، بسم الله ما شاء الله. بصوا البصله، بسم الله ما شاء الله، جميله ازاي، حلوه وحلوه وجميله ومزقلطه كده، شايفين؟ جايبه من ده ومن ده، يعني جايبه الوسط وجايبه ايه الكبير. بص علشان ايه، انا ممكن ايه احتاج الوسط ده او احتاج الكبير ده. طبعا انا باخده بفرمه، انا بفرم البصل ده. ده الكيلو البصل ده ب 10 جنيه. دول 3 كيلو بصل برضه، ادي 3 كيلو وادي 3 كيلو، تمام؟ صلوا على سيدنا محمد يا اولاد. الطماطم بقى اللي غاليه، اللي هي عامله فيها مجنونه يا قطه، ادي الطماطم. ده الطماطم دي الكيلو بكام اهو؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ حلوه، تفاح حلوه قوي اهي، ماشي؟ ده الكيلو بكام؟ الكيلو ب 25 جنيه. اه والله العظيم ب 25 جنيه. على ايه؟ انا مش عارفه. انا لولا عندي جوه، انا جايبه ده الجامده اهي للسلطه. بصوا جميله ازاي للسلطه، جايباها. قلت لا، ده انا هشيله ده، وهم بقى لفاه في ايه، في ورقه كده، فوق مناديل، وهم حاطاه في التلاجة عشان يفضل معايا يقعد عندي. ده جايبه كيلو وربع. دول اديتهم لي الست يعني، وزنتهم قالت لي دول ب 35 جنيه لا يا رب ب 30 جنيه. ما اعرفش بقى وزنتهم ازاي، دول 30 جنيه. تمام. هنعمل ايه بقى تاني؟ صلوا على سيدنا محمد يا ولاد عليه الصلاه والسلام. الخيار ب 25 جنيه الكيلو. الخيار ب 25 جنيه الكيلو، تمام؟ ادي الخيار اهو ب 25 جنيه الكيلو. جبت دولت نص كيلو، نص كيلو خيار، جبتهم دولت وزنتهم لي ب 15 جنيه، تمام؟ صلوا على سيدنا محمد يا ولاد. ايه تاني يا نومي؟ هقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جبت شويه حاجات كده على بعضها من الست اللي تحت والله. دي نص كيلو بتنجانات، كيلو بتنجان ب 20 جنيه الكيلو. البتنجان ب 20 جنيه الكيلو، والفلفل ب 30 جنيه الكيلو. عندكم الاسعار دي يا اولاد؟ صلوا على سيدنا محمد. لو عندكم الاسعار دي قولوا لي الاسعار عندكم بكام، اكتبوا لي في الكومنتات. ده ب 30 جنيه الكيلو، جبت ب 15 جنيه. قصدي لا يا ربي، نص كيلو، نص كيلو جبت نص كيلو ب 12. نص كيلو لا يا رب ب 30 جنيه. جبت نص كيلو ب 15 جنيه. ده نص كيلو دول. وديت النص كيلو ب 10 جنيه. والجزر ده ب 20 جنيه الكيلو. الجزر ده ب 20 جنيه الكيلو. جبت نص كيلو ب 10 جنيه. شوفوا بقى الحسبه تطلع كام بقى. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حاطين الحاجات دي مع بعض. نعمل ايه بقى تاني؟ جبت خضره، جبت خضره وجبت بصل. ده بصل، حبه البصل دي ب 5 جنيه اهي، بس خدت منها واحده. ودي الخضره، بصوا الخضره قبل الشتاء قبل الصيف جميله يا ولاد، خضره حلوه قوي. معلش بقى مش عارفه تطلع ازاي اهي، بصوا جميله ازاي، حلوه قوي. ودي الكزبره. طبعا انا جايبه الحاجات دي عشان هقول لكم هعمل ايه. انا هعمل بدوت، هعمل طعميه، وهعمل بتاع دوت كفته، كفته ورز. اوريكم اعملها لكم، كنتوا عايزين اعملها لكم اوريها لكم، قولوا لي علشان ايه اعملها معاكم، تمام؟ وعندي طبعا ايه، طب انا بعمل الطعميه بايه يا ماما لومي؟ بصوا ده، عارفين ده اسمه ايه؟ حد عارف اسمه؟ لو حد يعرف اسمه يقول لي. ده اسمه كرات. هغسله واحده واحده كده، تتفتح الواحده كده من جوه كده اهو، وتتغسل كده. وايه بعمل بقى بيه ايه؟ مش الطعميه بتتعمل بالخضره بس، لا، لو اتعملت بالكرات ده يا خرابي على الجمال، حاجه كده روعه روعه روعه. من بقى ايه بتتعمل، ولما تيجي تحمريها تعمليها بقى بالسمسم، بتبقى تحفه. طبعا صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. جبنا ايه تاني؟ جبنا 2 كيلو دي الكوثر. ده الكيلو ب 18 جنيه، لا ب 20 جنيه الكيلو الكوثر. بس الكوثر ده جميل قوي، حلو قوي الكوثر. تعملي وانت كده مغمضه. ودي كيس الخميره ب 5 جنيه. انا جبت 2 كيلو.
وكيس الخميره ده ب5 جنيه، جبت كيسين. تمام. ادي ايه حاجات الايه اللهم صل على سيدنا محمد. نجيب ايه تاني يا لولي؟ هنا بقى اللهم صل على النبي، جبت كده ايه 3 كيلو ايه سكر. الكيلو سكر ب 28 جنيه. 3 كيلو، 3 اكياس اهم، لا 4 اكياس والله، اسم الله عليا 4 اكياس. شايفين؟ ادي واحد، وادي التاني اهو، وادي التالت اهو، وادي الرابع اهو. 4 اكياس مني جبتهم 4 اكياس اسم الله عليها سكر. تمام. كل ده يا ماما لومي علشان 15 يوم. ايوه، ما انا اسم الله بقى، مش هتقولي يا ماما لومي ده انت قاعده لوحدك، لا، ما انا اسم الله كده عقبال امارككم كده ولادي ربنا يخليهم لي بيجوا لي. تمام. ما انا عشان كده يعني الحاجات دي تكفي مثلا كده ايه 15 يوم، او مثلا تكفي مثلا ايه كام نفر، 5 تنفار او 6 افراد. بصوا بقى، جبت ربع كيلو ترمس بتاع العيد. ترمس بتاع العيد ده، دي شطه، دي ب5 جنيه شطه. جبت ايه تاني يا لولي؟ لا ب 10 جنيه شطه، ب 10 جنيه بصل بودر، وب 10 جنيه توم بودر. تمام. الحاجات دي برضو ايه هتنفع. وجبت بقى ايه مكرونه اقلام. وانا عندي على فكره اوريكم المكرونه اللي عندي دلوقتي. انا جبت من ده كيلو اهو، جبت كيلو مكرونه اقلام. تمام اهو، مكرونه اقلام، ودي التوابل. وجبت من ده صلوا على سيدنا محمد يا اولاد، جبت الكيلو من دي، كيلو سباكيتي برضو اهو. الكيلو الاسباجيتي وكيلو المكرونه الثانيه ب 25 جنيه اهو، كيلو اسباجيتي. وجبت ايه نص كمان يا لومي، نص كيلو شعريه. وجبت ايه كمان تاني؟ جبت الكاري، جبت ب 10 جنيه كاري. تمام. ادي الحاجات دي، وهي التوابل اهي. تمام. في ايه تاني يا لومي؟ الرز يا حبايب قلبي ما تنسونيش. ايوه، صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى ايه، لا خلي ده دلوقتي ابقى اوريه لكم بعدين. هنا جبت الرز برضو، الرز ب 25 جنيه كيلو. بسم الله ما شاء الله. جبت ايه 4 كيلو رز. وانا عندي هنا كمان اهو، بصوا 4 كيلو، 4 كيلو رز. بسم الله ما شاء الله. الليله كده ايه اتوقت يا عمده. تمام. حاجات كده حلوه. جبت ايه تاني يا لومي؟ اقول لكم معلش عشان المكان ضيق، بس هعمل ايه بقى، لازم اوريكم كل حاجه. جبت ربع كيلو عدس بجبه، وربع كيلو عدس اصفر. عدس اصفر ده بقى ايه بحبه قوي يا ولاد. في ايه بعمل بيه باميه الويكا، او بعمل بيه فتة عدس، ودوت اعمل منه كشري، او ادمس منه عدس كده، او اعمله بالطماطم. بتبقى اكله جميله جدا. والمكرونه دي انا جايبه دولت نصين عشان اعمل ايه كل نص مكرونه بشاميل. والمكرونه دي الاسباجيتي دي نعملها مره كده، بس احنا يعني بتوع المكرونه قوي مش قوي. تمام. وايه تاني يا لومي؟ ودوت بقى اسم الله على مقامكم الرز الايه. صلوا على سيدنا محمد يا اولاد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله. ده الرز الايه البسمتي. ده جبت كيلو رز بسمتي. ده شايفين الحبايه الكامله الكبيره اهي. ده كيلو رز بسمتي، ده ب 70 جنيه الكيلو. تمام. وايه تاني يا لومي؟ وجبت منه كبسه. توابل الكبسه ب 10 جنيه. كبسه الرز البسمتي كمان بتتعمل عليه، ولا تحطي اي حاجه بقى، ولا تحطي قرفه، ولا تحطي اي حاجه. هو ده بقى يا دوبك تحطي نص الكيس ويعمل جميل قوي. على نص ده نص الكيس، والنص التاني نص الكيس اهو. ده كان ايه يومنا في الحاجات ديت. انا بقى لسه هوري لكم بقى ايه حاجات الايه البقاله ايه هي. هقول لكم على البقاله ايه هي. حاجات كده على قد الايد برضو. ماشي يا حبايب قلبي، ما تنسوش صلوا على سيدنا محمد. بصوا بقى حبايب قلبي، صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا ده جبت اول حاجه دي كرتونه بيض، جبتها لي ب 130 جنيه. تمام. ب 130 لا ب 3 في 3 9 ب 105، ب 3 جنيه ونص البيضه. رخصت البيض، رخصت. مش عارفه الفراخ مالها منقوطه ليه. ده البيضه بسم الله ما شاء الله، شايفين كبيره ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ده البيضه ب 3 ونص. جابت لي كرتونه بيض ب 105. تمام. وجابت لي هنا علبه رودس. دي جميله جدا يا ولاد. اللي عنده الجبنه دي قول لي عليها. الجبنه دي ب 22 جنيه. تمام. الجبنه رودس دي بطعم الجبنه الفلامنك، حلوه قوي اهي. في الالبان جبنه ده طعم الجبنه الفلامنك اهي، مكتوب عليها طعم الجبنه الفلامنك، حلوه قوي. وهنا ده ربع كيلو حلاوه بكام؟ ب 36 جنيه، يعني ب 37 جنيه ربع كيلو حلاوه. تمام. هنا ده البن ده عبد معبود بن اهو، ده ب 40 جنيه كيس بن فاتح ب 40 جنيه. تمام. هنا ده لبن بودره، دول بكام يا لومي؟ دول ب 20 جنيه لبن بودره. تمام. في ايه تاني؟ ده جبنه بتاع ديت، بصوا جبنه قريش.
شايفين عامله ازاي؟ انا حاطه كل واحد في كيس كده لوحده عشان ما نطلعش وحطها في الفريزر. اطلع واحده بحتتها، عايزين يعني مثلا ياكلوها كده ياكلوها، مش عايزين ياكلوها كده بعمل عليها شويه لبن واضربها في الخلاط، بتبقى جميله جدا كريمي كده وحلوه. ده الجبنه. هنا بقى ايه الزيت ده جبت ازازه زيت دي ب 80 جنيه، ودي كانت برده اهي ممتاز برده ب 80 جنيه، بس انا خدت منها شويه، دول هيكفوني برده ال 15 يوم. تمام. مشكله بقى هنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، السمنه بقى دي البلدي. تجيبي سمنه ايه يا ماما لومي؟ هقول لكم. عارفين زبده دهب محطوطه على السوشيال ميديا على الفيسبوك، اكتبي الزبده دهب دي ب 160 جنيه الكيلو. دي بقري، دي البقري، دي جاموسي سيحتها، بس انا ما سيحتش لسه، بس البقري كمان احلى من الجاموسي والله. انا كمني عندي من هناك من عامله سمنه مسيحاها، فما رضيتش اسيح دول، شايلاهم لما تخلص او مسيحه غيرها. جميله جدا جدا. فرقها ما بينها وما بين التانية السمنه المهدرجه 40 جنيه، ولا التانية ب 120 جنيه ودي ب 160 جنيه بس سمنه، وايه والشحن بتاعها 20 جنيه. انا ما بعملهمش اعلان، انا شارياها. والسمنه دي بقى بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. يا لو يا ريتني كنت جبت بقى. بصوا بصوا عامله ازاي، وريحتها تحفه بجد بسم الله ما شاء الله. دي سمنه بلدي اللي هي البيضه، اللي هي الزبده اللي هي الذهب اهي. جميله جميله يا ولاد، بعملها بستعملها. هي دي السمنه اللي انا بستعملها على طول، ما بجيبش لا السمنه دي ولا دي. جبت التانيه مره وكده وخلاص ما استعملتهاش تاني. فده كان يومنا في الايه، في التخزين بتاع التفريز او بتاع ميزانيه الشهر. وطبعا اللحوم انتوا شفتوها او شفتوا فيديو. جبت اللحمه، هوريكم كمان اللحمه بالمره علشان يبقوا ايه تمام. بصوا حبايب قلبي بقى بسم الله ما شاء الله. دي كبده دي عندي من العيد اللي فات، النص ده عندي من العيد اللي فات. تمام. انا ما اشتريتهوش دلوقتي. اللحمه ديت شارياها انا اليومين دول. ده نص كيلو، ده نص كيلو لحمه مفرومه، وده نص كيلو لحمه مفرومه، وده نص كيلو لحمه مفرومه. تمام. 3 انصاص ده، يعني ده كيلو ونص لحمه مفرومه. تمام. ادي هنحطه هنا. طيب صلوا على سيدنا محمد. دي عندي دي وراك مخليه، دول 4 وراك مخليين عشان نعملهم الحمام الكداب. برضو دول عندي من الاول، مش شارياهم يعني، مش دلوقتي. وده طبعا كيلو بانيه برضو شارياه، مش شارياه دلوقتي، برضو عندي يعني من الشهر اللي فات. تمام اهو. تمام. دي اللي اشتريته بقى، اشتريت اللحمه المفرومه دي، واللحمه دي اللحمه دي ده كيلو ونص. بكام الكيلو يا ماما لومي؟ الكيلو ب 300 جنيه، ب 280 جنيه، بس انا اديت للراجل 20 جنيه عشان يطلع لحمه حلوه. ودي الذره، عارفين الذره اهي، الذره قطعي لي حته الذره وحطها معاها. ده كيلو ونص مقطعه حتت كبيره كده. ليه حطها في كيس واحد؟ ما قسمتوش ليه؟ هقول لكم انا دلوقتي. وديت بسم الله ما شاء الله دي ده بتاع اسمها ايه، ماسوره. مش قادره افتحها. الماسوره دي جبتها ب 20 جنيه والله ما عارفه افتحها، تصدقوا؟ ب 20 جنيه الماسوره دي جبتها عشان ايه؟ نعمل بيها محشي، نعملها على محشي، نعملها على حاجات زي كده جميله جدا. بصوا برضو اهي بصوا محطوطه هنا، بس مش عارفه ايه اشيلها ازاي. محطوطه هنا مكسراها، يعني الراجل مكسرها لي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تمام. بس عشان مش عارفه اطلعها لكم. دي ماسوره دي ب 20 جنيه. تمام. ادي الماسوره ب 20 جنيه، وده كيلو ونص لحمه. قولي لي ليه بقى يا ماما لومي حطها كده؟ علشان يا حبايب قلبي انا اللحمه دي لو انا سلقتها قطع كده كل كيس لوحده هتاخد غاز كتير، فانا بسلقها كلها مع بعضها وبقوم مقسماها بقى، بشيلها بقى في التلاجة وناخد على القد منها. بسلقها كلها مقطعه ومغسلاها، طبعا اغسلها بعد كده واحط عليها التوابل وكل حاجه بتاعتها، واقوم سلقاها تاخد سوا واحد، واقوم واخده على قد الايه الموجودين، على قد اللي احنا معانا. بس فهمت رايي؟ فانتوا لو انتوا عندكم كده برضو حطوها على بعض، تتسلق مع بعض تاخد سوا واحد يا دوبك، بس مش هتطلعوا بس عشان ايه تسووا بس كده، يعني تسخنوا وتعملوا الاكله اللي انتوا هتعملوها. ودي البانيه ده البتاع ده الفراخ اسمها دي الوراك المخليه دي هنعملها حمام كداب. تمام. ودي بقى ايه بسم الله ما شاء الله الكفته دي هعمل منها كفته اللي هي مرز، كفته مرز. هعمل نص كيلو منها كفته مرز، وهنا نص كيلو ده هعصجه، والنص كيلو التاني ده هعملها اللي هي الكفته بتاعت الحاتي. تمام. هو ده كان اليوم بتاعنا بتاع اللحمه واللحوم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجات كده ايه جميله، وزي ما انتم شايفين كده كل الاكل وكل الحاجه بسم الله ما شاء الله حلوه وجميله. وكان النهارده اليوم بتاعنا خزين العيد، وقصدي مشتريات العيد، و15 يوم الاخر من شهر 5.
تمام. ما تنسوش صلوا على سيدنا محمد وحطوا لي لايك فضلا وليس امرا. بحبكم في الله يا ولاد.